مرحبا، كيفكم أصدقائي؟ اليوم سوف أصطحبكم معي إلى مغامرة جديدة من مغامرات الشاطر حسن في أعماق البحور. ياه، شوفوا يا فقاعة، البحر هنا مليان ألوان وكائنات غريبة. إيه ده اللي بيتنطط قدامي؟ ده شكله عامل زي الحشرة. ده مش حشرة يا حسن، ده الجمبري. بس فعلا عارف ان الناس زمان كانوا بيسموه صرصور البحر؟ صرصور البحر ده اسمه يخض شوية، هما ليه سموه كده؟ لان شكله غريب وصغير وبيتحرك بسرعة، والناس زمان ما كانوش يعرفوا فوائده. وكان الجمبري زمان أكلة بسيطة جدا، بياكلوها الفلاحين والصيادين والفقراء، والأغنياء كانت بتاكل السمك. يعني مش كل الناس كانت بتحب تاكله زي دلوقتي؟ بالعكس يا حسن، ده كان بيتاكل لأنه رخيص. بس لما اتعملت عليه دراسات واكتشفوا إنه كنز غذائي من القشريات ومن الكائنات اللافقارية اللي بتعيش في البحر. بصي، ده ألوانه مختلفة، ده جمبري أحمر وده جمبري لونه شفاف. هو ليه ألوانه كتيرة كده؟ عشان في انواع كتيرة منه. في جمبري المياه المالحة اللي بيعيش في المحيطات، وفي جمبري المياه العذبة اللي بيعيش في الانهار والبحيرات، وبعض الانواع بتعيش حتى في اعماق البحار. هو بياكل ايه؟ بيحب ياكل الطحالب وفتافيت الكائنات الصغيرة، واحيانا بيشتغل على عامل النظافة تحت البحر. طيب يا فقاعة، قوليلي، هو فعلا مفيد زي ما الناس بتقول؟ طبعا مفيد جدا يا حسن. الجمبري فيه نسبة عالية من البروتين عالي الجودة، ونسبة الفوسفور فيه عالية جدا، وفيتامين بي 12 اللي بيقوي الأعصاب، والسيليسينيوم اللي بيقوي الجسم من الأمراض، وفي كمان أوميجا 3 اللي بيخلي الجسم والعقل يشتغلوا تمام. واو، ده يبقى مفيد جدا لصحة الإنسان يا فقاعة. بس خد بالك يا حسن، من ايه يا فقاعة؟ الجمبري مفيد لكن مش دايما. في ناس عندهم حساسية منه، ولو أكلوه بنسبة كبيرة ممكن يحصل لهم تعب. ولو اتاكل بكميات كبيرة أو متحمر في الزيت ممكن يزود نسبة الكوليسترول، ويعني الاعتدال فيه هو السر. يعني ناكله من غير إفراط ونتأكد إننا مش عندنا حساسية منه. برافو يا حسن. وعشان كده دلوقتي الجمبري بقى من أغلى المأكولات البحرية في العالم، رغم إنه كان زمان من الأكلات البسيطة جدا للفقراء، والمطاعم بتعمله بطرق فاخرة جدا وعلى أعلى مستوى. أنت ما سمعتش أغنية الجمبري؟ ده أغنية جميلة جدا، تعالى نسمعها سوا. جمبري مشوي، جمبري طازة، علشان تاكله خد له اجازة. جمبري جمبري مشوي، جمبري. يعني من صرصور البحر لملك المأكولات البحرية، وكمان بيتغنى. بالظبط يا حسن، واللي بيدور على الكنز لازم يكون عنده علم. أنا اتعلمت النهاردة درس مهم، مش كل حاجة شكلها غريب تبقى ضارة، وإن العلم هو اللي بيكشف الأسرار. صح يا حسن، وده شعارنا دايما، وفعلا العلم هو الكنز الحقيقي. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان أول لما ننزل فيديو تبقوا أول ناس تشوفوه. تك 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 حن على ملء أسمك، وين نعيش بالبحر وين نعيش بالأنهار، بين اللولو والمرجان في من أشكال وألوان. أنا القرش.